السلام عليكم. صباح الخير اولا. تقريبا الموضوع المهمه اللي بتيجي في دماغي بلاقي فيه كومنتات عليها. بصوا يا جماعه، كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت عن الستبس واهميتها، الريسيرش واهميته، الالكتيف واهميته، اليير اوف جراديويشن واهميته، الكونكشنز واهميتها، وان انت يجيلك انترفيو. لكن في حاجه بقى السنه دي بقت مور بروميننت قوي وباينه قوي للناس كلها، ومفروض الناس كلها تبدا تاخد بالها منها. في ناس كتير جدا جالها انترفيوهات، وممكن اكتر من 2 و3 و5 انترفيو. اعرف حد السنه اللي فاتت جاله حوالي 15 انترفيو وما جالوش ماتش. فده يخلينا نتساءل ليه الناس دي، بما انها جالها عدد انترفيوهات كويس، حتى لو انترفيو واحد، معنى كده ان هو ما دام عمل لك انترفيو يبقى انت السي في بتاعك كويس. لكن مشكلتك الاساسيه غالبا في الانترفيو سكيلز. طيب ايه هي الانترفيو سكيلز اصلا، او يعني ايه اللي بيخليني وانا بعمل انترفيو مع حد اقرر ان الحد ده مناسب للشغل عندي في وظيفه او مش مناسب؟ طيب الانترفيو سكيلز هو جزء من الكوميونيكيشن سكيلز. يعني انا في الانترفيو مش عايزك تكون عبقري، مش هسألك غالبا بنسبة 100%، مش هسألك حاجة طبية، هسألك عموما اشوف انت مرتاح وانت بتتكلم ولا لا، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك كويسة ولا لا، اللغة بتاعتك كويسة ولا لا، بتقدر عندك سنس اوف، يعني بتعرف تتعامل كويس، تعرف تضحك، تعرف مبتسم ولا لا، عندك هوايات ولا انت شخص قافل على نفسك. حاجات كتير قوي. الانترفيو سكيلز دي لازم من خلالها، هي المراية اللي انا بشوفك منها، وبالتالي لازم انت تظهر احسن صورة عندك في خلال الانترفيو سكيلز. يعني تكون على طبيعتك جدا، ما تبقاش باين ان انت ستريسد قوي، وكده كده هتبقى فيه ستريس، بس التجهيز للانترفيو والممارسة بتاعته، سواء مع ناس تانية او مع خلال مثلا زمايلك، او ان انت تقرأ اسئلة، او حتى ان انت تقدر تتكلم في بابليك سبيكينج، تقدر مثلا في مكان معين تدي محاضرة معينة، تطلع في بودكاست معين، تطلع تتكلم انت مع حد بشكل معين، عشان تكسر حتة السوشيال فوبيا اللي موجودة عند ناس كتير جدا وطلبة كتير جدا في المجال الطبي. خد بالك، البروجرام دايركتور ده او الشخص المسؤول عن اختيار النواب عليه مسؤولية اجتماعية اكتر من المسؤولية الطبية، لان انت كطبيب هتتعامل مع دكاترة زمايلك، هتتعامل مع التمريض، هتتعامل مع عمال، هتتعامل مع اهم من كل ده البيشنتس، المريض اللي هيجي لك، هتتعامل معاه ازاي. فهو بيحاول يختبر كل ده في خلال انترفيو صغير ممكن مدته نص ساعة، ساعة بالكتير. فانت لازم تظهر ان انت بتتعامل كويس، تعرف يعني تتقبل الاختلاف ما بينك وما بين الناس. مش كل الناس هتبقى زيك، لا في الطباع ولا في الثقافة ولا في الدين، انت رايح كوكب تاني زي ما بيقولوا. فبالتالي لازم ده كله يكون باين من خلالك، وهو هيسألك او هياخد من كلامك او هياخد من الرياكشن بتاعك ومن طباعك، كل الحاجات دي. فالتجهيز للانترفيو دلوقتي اهم نقطة تعملها بعد ما يجيلك انترفيو. يعني انا دلوقتي شخص قدمت على الماتش النهاردة في شهر 9، عملت الامتحانات، عملت الكتيف، عملت ريسيرش، كل حاجة. المطلوب مني بقى ان انا مجرد ما يجيلي انترفيو، مهما كان عدد الانترفيو، لو جالي انترفيو واحد ممكن امتش بيه، ولو جالي 10 انترفيوهات وما اديتش فيها كويس ممكن ما اعملش ماتش بيه، وحصلت مع ناس كتير جدا. فكل انترفيو لازم اتعامل معاه كأنه هو الاول والاخير. لازم ابذل مجهود جدا ان انا اعرف البرنامج ده، اعرف كتير عن البروجرام دايركتور والشيف ريزيدنت والبروجرام كوردينيتور، كل الناس اللي موجودة في البرنامج، المدينة عاملة ازاي، البرنامج ده شكله عامل ازاي، التريننج بتاعهم عامل ازاي، الناس اللي بتخرج من عندهم بيروحوا فين، مستواهم عامل ايه، الناس اللي عندهم دي بتعدي البورد ولا لا، وهكذا. كل الحاجات دي هتفرق معاك، انطباعك وانت بتتكلم، المكان اللي انت بتعمل انترفيو في المكان لازم يكون اضاءته كويسة، لازم تكون باصص للكاميرا بشكل كويس، لازم تدي انطباع للشخص اللي قدامك انك مرتاح، انك مش بتعمل حاجة اكسترا ايفورت عشان تقنعه بيك، لا، انت بتقول المميزات اللي عندك والباك جراوند بتاعتك، ولازم يكون عندك ثقة في نفسك، لانه
هو هيعلمك طب، لكن مش هيعلمك تكون انسان كويس، مش هيعلمك تكون عندك ثقه في نفسك. الحاجات دي خلاص يا انت متعلمها يا مش متعلمها. فبالتالي مهم قوي نهتم بالحاجات دي في فتره الاعداد. لو انا لسه بقى بعيد، لو انا مثلا قدامي سنتين 3 على ما اقدم على الماتش، لازم اشتغل على النقطه دي. الكوميونيكيشن، ان انت تقدر تتكلم مع حد، ان انت تدخل في فولنتير وورك، ان انت تعمل تيتشنج لزمايلك. كل الحاجات دي هتأثر على شخصيتك وهتأثر على مستواك وثقتك في نفسك، وبالتالي لما تيجي تعمل انترفيو مع حد هتلاقي يعني الفرق واضح جدا ما بينك وبين اي حد تاني. وخلينا نكون متفقين، مادام جالك انترفيو فدي كارت ده انت دخلت بيه الغرفة. مجرد ما دخلنا الغرفة كلنا متساويين، اللي جايب 270 زي اللي جاب 220 زي اللي معاه ريسيرش اكستنسيف زي اللي معاه الكتيف اكستنسيف، كله زي بعض. احنا كلنا بقى في المكان ده، اللي هياخد البوزيشن هو اللي هيقدر يكون على طبيعته، اللي يقدر يعني يقنع الناس التيم اللي بيختاره بشخصيته ان هو فيت للمكان، وان هو حابب البرنامج فعلا مش مجرد ما قدم عليه وخلاص، ان هو حابب التخصص فعلا مش مجرد ما قدم عليه كباك اب بلان او ما قدم عليه وخلاص، وهكذا. الحاجات دي مهمه قوي. مهم الناس اللي هتقدم على الماتش السنه دي تبدا تشتغل على الكلام ده من دلوقتي. خلاص يعني احنا الماتش لسه ما كملش بقاله اسبوعين، بس السايكل الجايه قريبه جدا. اشتغل على نفسك، حاول تكوميونيكيت مع ناس على قد ما تقدر، وخليك متيقن دايما ان التوفيق بيد الله، وان ربنا كاتبه لك هو احسن حاجه ممكن تحصل لك. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.